قال هنا نعم ولا يرد الشرع بما يخالف بداهة العقول، يعني إن الشرع لا يمكن أبدا أن يأتي بما يخالف بداهة، يعني ما يعلم بصريح العقل أبدا. ما يمكن أبدا أن تجد حديثا صحيحا يعارض صراحة العقول أبدا، ما يمكن. هذا شرع الله وهذا خلقه العقل خلق الله جل وعلا، ما يمكن أبدا. إما أن يكون ما قيل إنه عقل إنما هو خيال، يقول هذا عقل وهذا صريح عقل، لكن ليس بعقل، هذا مردود. ولذا تجد حتى هؤلاء الفلاسفة يختلفون في الأشياء أنفسهم، هذا يجعلها من بداهة العقول وهذا يجعلها من المستحيل. إذن إما أن يكون ما قيل إنه صريح العقل أن يكون ماذا؟ أن يكون من الخيالات، أو إما أن يكون ما قيل إنه نقل لا يثبت عند أهل النقل. ما نقول ما يثبت عندنا خلاص نرده ما دام خالف صحيح العقل، لا نضعفه، لا، نقول يكون ضعيفا عند أهل النقل. فإذا جئت لحديث قد يحسنه بعض العلماء من المتأخرين ثم ويخالف صراحة العقول، لكن إذا أتيت إلى أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والترمذي والبخاري وابن مهدي وأئمة هذا الباب، تجد أنهم يقولون لا ما يصح، هذا معلول، هذا معل، ويذكرون لك العلة. ما هو العلة يخالف العقل؟ لا، العلة فلان يعني يهم فيه راو، فيه راو يعني في حفظه شيء، لابد أبدا ما يمكن أن يأتي الشرع بما يخالف صريح المعقول.